حبايب قلبي، وصفتنا النهاردة هتكون عن الرز المعمر الحلو. هعمله معاكم بطريقة حلوة جدا، وكمان هقول لكم على طريقة الرز المعمر اللي بيبقى عامل طبقة كريمي، وازاي الرز بيكون مفلفل ما بيكونش معجن، ويكون التسوية بتاعته مظبوطة جدا، وهعرفكم ازاي تسووه، واقول لكم على درجة الحرارة المظبوطة للفرن، وقد ايه رز بياخد معانا كمية رز، قد ايه بتاخد معانا كمية مية، عشان لا يكون الرز ناشف معانا ولا يكون الرز مفلفل. زي ما انتم شايفين الرزايه جميله قوي قوي، وفيها اللمعه بتاعه السمنه. الرز متشرب جامد من السمنه بتاعتنا ومظبوط، والوش بتاعه الطبقه بتاعته حمراء والطبقه بتاعته كريمي ومستوي معانا مظبوط، مستوي من فوق واللون واخد لون من فوق ومن تحت، ما بيكونش معجن ولا بيكون لازق في الصينيه ولا بيكون محروق من تحت. هقول لكم على درجه الحراره المظبوطه ليه، ويلا نقدم بقى ايه الوصفه معانا. هبدأ اجيب معايا كوبايتين اتنين رز مصري مغسول، وهنقعه في ميه سخنه لمدة نص ساعة. ومعايا 4 كوبايات، نفس الكوباية اللي معايا دي هي اللي هعاير بيها الرز، هي اللي هعاير بيها اللبن. معايا كوبايتين اتنين رز على 4 كوبايات لبن. هبدأ ان انا احطه على النار هغليه، واحط عليه نص كوباية سكر وورقة من الفانيليا، فانيليا سايلة او بودر اي حاجة عشان تدي ريحة معانا ونكهة للرز. وهكون مسحة الصينية بشوية سمنة، وهبدأ ان انا انزل بالرز بقى، غسلته كويس وصفيته ونشفته قوي من المية اللي فيه، وهجيب معايا 4 معالق كبار سمنة بلدي، عشان بس النكهة بتاعتنا والطعم يكون ليه طعم مميز. لما يتعمل بسمنة بلدي بيكون افضل، لو مش متاح مش موجود هنعمله بسمنة عادية عادي، بس هو الافضل بطريقة سمنة بلدي. هنبدأ ان احنا نقلبه ونشربه جامد، نخلي كل الرز يتشرب جامد من السمنة، ما يكونش فيه ولا رزاية ما يكونش وصل لها السمنة اللي احنا حاطينها. هبدأ ان انا اظبطه كده معايا، وهجيب بقى الحليب اللي كان معايا، بدأ ان هو غلي خلاص، لازم يكون غلي، يكون سخن قوي. هصبه كده زي ما احنا شايفين، وهظبط الصينيه معايا، وهحطه ايه على النار الاول عشان اسرع من عمليه السوا بتاعته. هحطه على النار لمده 10 دقايق يستوي، ياخد غلوه 10 دقايق زي ما انتم شايفين، ده يبقى الشكل بتاعه. دي حاجه مميزه بقى احنا بنعملها بعد الرز ما بيكون اتشرب شويه من اللبن بتاعه. هبدا ان انا انزل بثلاث 4 معالق كبار قشطه، القشطه المتاحه عندك. انا عندي قشطه وش اللبن كنت عيناها، بدات ان انا احطها كده زي ما انتم شايفين واظبطها. كل القشطه المتاحه عندك حطيها. هبدا ان انا حطيته في الفرن وبدا يستوي اهو، زي ما انتم شايفين اهو، طلع شكله عامل ازاي. لونه حلو قوي، لونه ذهبي من فوق ما بيكونش محروق من تحت، لونه كريمي، القشطه بتبقى واضحه فيه ومديه دسامه ومديه طعم حلو قوي ومميز. قطعيه بقى بالشكل اللي يعجبك، وعايزه تحطيه حطيه في صينيه الومنيوم، حطيه في طاجن، حطيه في طواجن صغيره. بس هو الرز بيكون مظبوط معانا لما بحط كوبايتين الرز المصري عليهم 4 كوبايات لبن. لو هعمل كوبايه صينيه صغيره هعمل كوبايه رز، هحط عليها كوبايتين لبن. دي بيطلع معايا مظبوط، بيطلع معايا الرز مفلفل وما بيكونش معجن، لا ميته زياده ولا الرز بتاعه بيكون قليل، بيطلع معايا مظبوط. وبيطلع معايا زي ما انتم شايفين كده مش لازق في الصينيه، بيطلع معايا بسهوله، ما بيبقاش حتى محروق من تحت. انا بسويه على درجه حراره 250. انا بسويه في فرن الكهرباء فبيكون درجه الحراره بتاعتي مظبوطه. لو انت هتسويه في فرن بوتاجاز هتحطيه على الصاجه من تحت، هتقيد الفرن معاكي على درجه حراره عاليه، وتبداي ان هو يغلي جامد يستوي. فرن البوتاجاز الصاجه من تحت هيستوي ويبدا خلاص، انت حسيتي ان هو شمع معاكي من الجناب كده وبدا يدي لون فاتح بسيط، ما بنسيبوش لما يتحرق، يعني اللي هو 10 دقايق من تحت، وبعد كده نرفعه ونقيد عليه الشوايه يدي اللون ده مظبوط معاكي قوي. هو بس لو انت عايزه تسرعي من عمليه التسويه سويه على النار 10 دقايق بس. زي ما انتم شايفين الشكل بتاعه رزايه مفلفله قوي وجميل ومش معجن، اللون مظبوط. لو عجبتكم الوصفه يا بنات اوعوا تنسوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا الوصفه قبل اي حد، واعملوا لايك. وبالطريقه اللي انت هتعملي لو عملتيه بالطريقه دي هتبقي استاذه في عمل الرز المعمر، هيطلع معاكي مظبوط قوي وحلو قوي قوي. ونقعي الرز قبليها بايه ربع ساعه 10 دقايق، لو ميه مغليه هيسهل لك ايه النقع. ما تنسوش يا بنات تشتركوا في القناه.